أما التوقعات الفلكية لبرج الدلو فبنقول له عنوان هذا الشهر أيها الدلو: حواجز وعراقيل ومزاج صعب في شهر أكتوبر. لا تصارع الأقدار يا عزيزي الدلو في هذا الشهر، ولا تتحدى القوانين والأعراف والأوامر. حاول أن تساير الأجواء وأن تعالج المشاكل في العمل كما في حياتك الشخصية بكثير من الهدوء والتفهم والدبلوماسية. تخيبك نتائج الجهود التي بذلتها أو التي ستبذلها لمعالجة بعض الصعوبات، وتضطر إلى معاودة القارة حتى تنجح الخطوات. تجد نفسك ممزقا بين ضرورة القيام ببعض الواجبات وحاجتك للاستراحة. قد تتخلى عن مهمة كنت متحمسا لها، أو تواجه بعض المفاجآت المربكة في وقت لم تنتظرها. أخص بالذكر مواليد الدائرة الأولى، وهم أول من يتلقى آثار دخول ساتيورن اللي هو زحل وإلى مربع مع برجهم بتاريخ 5 ليستقر في برج العقرب سنتين ونصف أو 2.5 السنة. يبقى هنا أول يوم 5 أكتوبر أول ما يتنقل زحل لبرج العقرب يبدأ مضايقته مع برج الدلو، لأنه بيعمل زاوية 90 درجة، والزاوية دي صعبة جدا وبتخنق. يعني كان متأثر عندنا الثلاث أبراج أثناء وجود زحل في الميزان، كان متأثر عندنا السرطان والجدي والحمل. لما يوم 5 أكتوبر يتنقل زحل للعقرب الخريطة هتتغير خالص، والتأثير السلبي هيطلع من عند الناس دي ويبدأ يأثر على أول الأبراج وهو الدلو. هيتعرض لخطر الانفصال عن عمل أو عن مهمة، يعيش بعض القلق، يسد أحد المستجدات طريقك وتخوض نقاشات حامية مع بعض الأطراف. يخشى بعض مواليد الدلو من التقصير أو العجز عن أداء بعض المهمات، أو ينظرون بقلق إلى ردات فعل بعض المسؤولين وينتظرون جوابا ما باضطراب شديد. تصطدم بقرارات تصدر عن جهة نافذة أو حكومة أو بعض المسؤولين. تتجادل مع أحد الوالدين حول خيارات المستقبلية. صحيح أن الطموح يبقى كثيرا، إلا أن نزعتك إلى بعض القرارات قد تثير اعتراضك. احذر يا عزيزي من هذا الشهر. تحذير لبرج الدلو من انهم ياخدوا بالهم الشهر ده، وخصوصا من تاريخ 5 أكتوبر، ومعاهم ربنا لمدة 2.5 سنين. وإلى اللقاء في الشهر القادم إن شاء الله.